السلام عليكم، كل سنة وانتم طيبين. النهارده هنعمل صنف شرقي حلو تحفة ولذيذ جدا وسهل وما خدش وقت. من اسهل والذ الحلويات الشرقية وحلويات رمضان. هنعمل البقلاوة المكشكشة بالسوداني والحليب المكثف. بدل ما نسقيها باللبن بالشربات هنسقيها بالايه؟ بالحليب المكثف. مش موجود حليب مكثف هنسقيها بالايه؟ بالعسل. جميله جدا، شوفوا حلوه ازاي وتحفه تحفه بجد فنيه. هنستخدم السوداني اول حاجه، والسوداني كان متحمص يعني مش محتاجه ان انا احمصه. تمام، خدت حوالي كوبايه تقريبا قد الكميه اللي انا عاملها، وطحنتها زي ما انتم شايفين، لا تخينه لا خشنه ولا ناعمه، حاجه كده وسط. تمام، نقلتها في بوله خشب وسيحت مكعبين من الزبده واحطها على الايه، على على السوداني مع التقليب كده. تمام، هغلف كل السوداني بالماده الدهنيه. كان في الطاسه فيه شويه زبده فقلت ايه استفيد بيهم، حرام كده. الحشوه جاهزه، ابتدي بقى ماده دهنيه. هجيب ماده دهنيه ادهن بيها الجلاش، حاجه بسيطه، معلقه من السمنه البلدي وعليها شويه زيت. سيحتهم في الميكروويف. تمام، ودهنت الصينيه وجهزتها على جنب. هنا جبت الجلاش. تمام، ورقه ورقه. هم انا استخدم في اللفه ورقتين. ادي اول ورقه هدهنها كويس بالماده الدهنيه، وهنا كده الجلاش طبعا بيتقطع او لازق في بعضه، فلما باجي اطلع الورقه التانية بتتقطع. دهنت الورقه التانية، ابتدي بقى اوزع الحشوه على الورقه كلها. مش هوزعها بالطول، لا هوزعها على الورقه ايه كلها. تمام، احاول اظبطها كده من الجناب ومن كل حاجه. في بقى عندنا طريقتين من اللف، ان انا الفها بالعصيان دي او بسيخ مثلا حديد او حاجه، او لفها عادي من غير الايه، من غير العصيان دي. هوريها لكم ان شاء الله. انا عملت واحده هنا اهو، سهله جدا. في النهايه كده بوزع السوداني عشان ما يبقاش مكلكع في حته وفاضي من ايه، من حته. واكشكش كده الجلاش قبل ما اخرج الايه، العصيان منه. هنا الجلاش كان اتقطع، انا ما حبيتش اشيل الحته دي. سهل جدا، جيت احطه في الصينيه لقيته اتقطع. فهجيب له ورقه اجيب له ورق الجلاش واغلفه تاني عشان ايه، الحشو ما تقعش منه ساعه ما انقله في الصينيه. ودهنت الورقه دي كده بالجلاش وعدت لفه تاني وكشكشته بقى في ايه. بعد ما لفيته سهل جدا، مش هيتقطع مننا، ما تقلقوش. شفتوا كشكشته ازاي؟ تمام، ضغطت من الجنبين بضغط وادخل لجوه، وحطيته في الصينيه. والصينيه طبعا على ايه، تبقى اكبر من ورقه الجلاش عشان تحافظ على ايه، على الكشكشه بتاعت البقلاوه. دي طبقه تانية. دهنت اول ورقه، وكانت اول ورقه مقطوعه حطيت عليها التانية وقلبت، خليت المقطوع فوق يعني. دهنتهم برضو بالماده الدهنيه. ممكن نستخدم زيت، ممكن نستخدم خليط زي ما انا عملت كده، او ممكن نستخدم زبده فقط. برضو هوزع الحشوه على الورقه كلها، مش في مكان واحد فقط. عايزين تحشوه باي نوع من المكسرات، بس دي المكسرات بتاعت الغلابه. ما بقتش غلابه الصراحه، بقت غاليه جدا. ربنا يكون في عوننا وعون الناس جميعا يا رب. لفتها كده عادي، وهكشكشها برضو زي ما انتم شايفين، واحطها في الايه، في الصينيه. خلصت الكميه اللي انا عملتها، عملت كميه صغيره. الرخامه كده مسحتها قبل ما اشتغل على فكره الرخامه. باقي الماده الدهنيه غرقت وش الايه، الجلاش بالايه، بالماده الدهنيه. طبعا انا مولعه الفرن. قبل ما ادخلها الفرن انا اقطعها قطع صغيره، مش اقطعها صوابع، تبقى على قد القطمه كده، تبقى حلوه قوي. تمام، سهله جدا. نقطعها بسكينه مشرشره، تبقى سهله معانا قوي. هدخلها على الشبكه، خدت حوالي نص ساعه تقريبا. تمام، طبعا الشربات بتاعها يكون تقيل وبارد. هنا انا استغنيت عن الشربات، استخدمت اللبن المكثف اللي انا عملته قبل كده. مفيش لبن مكثف، الشربات يمشي عادي، بس هنا مديها طعم حلو قوي. ابتديت بقى ارش كده بالمعلقه لانه تقيل، ومش عايزه برضو الايه، سكر زياده فيها يعني. احط الايه، مقننه كده في الايه، في الماده السكريه او العسل او الشربات. تمام، هي سخنه واللبن كان بارد طبعا. شايفين شكلها جميل ازاي؟ تحفه والله العظيم، جربوها جدا، تحفه، جربوها جدا تحفه جدا. حطيتها في طبق. احنا ممكن نزينها مكسرات، بس مش هينفع مكسرات جوه بره، فزينتها كده بشويه ورد مجفف، الورد المحمدي. اعملوها وقدموها، وان شاء الله مش تاخد منكم وقت، ودوقوها ان شاء الله هتعجبكم جدا، والف هنا. حلوه قوي، وشكل جديد وطريقه جديده،
وان شاء الله مش تاخد منكم وقت. جربوها وان شاء الله تعجبكم، واشوفكم في فيديو جديد. ما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناه اذا عجبكم الفيديو باذن الله. باي باي.